جينا اليوم بمناسبة البطولة الوطنية لإدارة السجون باش نشاركوا في المسابقة هذه. شاركنا والحمد لله، كان الاستقبال بزاف مليح من مؤسسة إعادة التربية جيجا. الحمد لله جينا إلى ولاية الجلفة للمشاركة في البطولة الوطنية الرياضية المنظمة من طرف المديرية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج 400 متر. الحمد لله بتوفيق من الله. ولاية جدة، نحن مؤسسة إعادة تدوير تيسوس. أنا المشاركة من باكر رباط، شاركت في الحمد لله كانت الدورة على ما يرام كما يقول أحسن ما يعيش سكينة مؤسسة إعادة التربية وإعادة التأهيل بجاية. جينا اليوم باش نشاركوا في البطولة الوطنية لألعاب القمار، والحمد لله شاركنا. ودروك تلقينا من ترحيب مؤسسة الوقاية الجلفية. لكرة القدم اللي موظفين إدارة السجون لي 5 كومبيتيسيون نديرهم هنا. هذه هو يعني مريك السلام على كل ناس جلفة، إطارات، السلطات. المدير العام لإدارة السيد قماش محمد، ممثل المديرية العامة لإدارة السجون، ورئيس الجمعية الوطنية لترقية النشاطات الثقافية والترفيهية لموظفي إدارة السجون، اللي حصلت على الاعتماد 30 ديسمبر 2022 من وزارة الداخلية. المدير العام لإدارة السجون وإعادة الإدماج نظمت 5 منافسات رياضية وطنية بولاية جلفة، منهم البطولة الوطنية في طبعتها الخامسة للسباحة لموظفي إدارة السجون، ألعاب القوى، البطولة الوطنية لألعاب القوى فيها 4x400 متر، فيها 800 متر، 1000 متر، 1500 متر، 3000 متر. فيها بطولة في كرة السلة، كرة اليد، وكرة الطائرة. عدد المشاركين 233 مشارك، منهم 51 إناث من كل المجالس القضائية. الناس جات من إليزي، من توغورت، من بشار، تيميمون، أضرار، لغواط، بن العاتر، البوني، كل الولايات الوطنية. انتقاء فرق وطنية للمشاركة في المحافل الدولية الوطنية والدولية، وهي أيضا هي ترقية وتطوير النشاطات الرياضية الثقافية والترفيهية لموظفين في صفوف قطاع السجون. ونشكر الشكر الجزيل إلى السيد ولي ولاية الجلفة، ونشكر رئيس الديوان لولاية الجلفة وكل من ساهم في هذه المنافسات، والشكر ايضا الجزيل للسيد المدير العام لاداره السجون اللي راه ساهر حقيقه، ما نساواش، هاو ساهر مع هذه المنافسات ولا كاع الجوانب، ماشي غير الرياضه. وشكرا.